السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندكم يوفط وبنرات وكروت وحاجات زي كده، ولا هي دي مطبعة يعني، ولا ده ايه؟ دي مطبعة، وعندنا الحاجات اللي بتبقى عاملة كده واليوفط اللي عاملة كده وكل حاجة عاملة كده. اتفضل يا فندم. عندي محل كده عايز احط فيه كده، اركب كده بانر اللي هو بيلزق ده، عارفه؟ عايزه بقى ايه على العمود بتاع المحل. المقاسات بتاعته، بص انا ما قستش الصراحه، ما بفهمش في المقاسات، ما اعرفش بتتقاس ازاي، بس انا تقريبا كده بالويم يعني انا مثلا تقريبا العرض بتاعه كده والطول بتاعه كده. انت ما قلتليش المقاس في كام انت قلت لي كده في كده قد كده. وعايزك بقى ايه تعمل لي كذا تصميم كده على ذوقك عشان اختار منه تصميم. انا بعمل لك تصميم واحد، انت كذا تصميم هحاسبك على التصميمات اللي انا هعملها، لكن انا هعمل لك تصميم واحد انت هتعدل فيه. ما احنا خد بالك هنفتح شغل كتير، ده مش محل واحد، ده فروع، سلسلة مطاعم. في فلاير اللي هو الورق اللي هو بيتوزع في الشارع ده، عايز منه. اما احنا مش في فرش طماطم. اهم حاجه التصميمات، عايز تصميمات. والمصممين ممكن حد اقعد معاهم دلوقتي، قاعد هنا 3 ساعات فاضي، لو اي حد قاعد جنبه كده مثلا 3 ساعات اختار كده تصميمات يبقى زي الفل. ماشي مفيش مشكله يا باشا، نفتحوا لك طيب نص ساعه بقى. حاضر عينين. لا شكلكم مش فاهمين اي حاجه، انا غلطان ان انا جيت هنا اصلا. سلام. احنا برضو اللي مش فاهمين حاجه. حرام عليك. لما تجيلي لازم تكون عارف مقاساتك، لو مش عارف مقاساتك ابعت لك واحد يسالك. مفيش حاجه اسمها تقعد مع المصمم 3 ساعات، انت ممكن تديني ورقه فيها كل البيانات وانا ابعت لك التصميم على الواتساب بعديها بنص ساعه. من الاخر كده، انت لو مش عارف انت عايز تعمل ايه ابقى كلمني على الواتساب. عبدو.